التسامح والعفو وقوة الإنسان في إن هو يسامح. أوكي أنا هسامحك، بس في حاجات بتسيب شرخ جوه البني آدم، في حاجات بتأذي القلب، في حاجات بتأذي البني آدم حقيقي في شكله قدام نفسه. في نوع من أنواع الأذى بيسبب شرخ جوانا ما بنقدرش نعالجه بسهوله. في نوع من انواع الظلم ما بنقدرش نسامح فيه، واحنا بشر غصب عننا مهما سامحنا او مهما تنازلنا عن حقوقنا اخر اليوم نفتكر الظلم، نفتكر الوجع، نفتكر الخذلان، نفتكر اساءتكم لينا، الكلام اللي انتوا اهنتونا بيه، كنا مفكرينكم سند لينا او داعمين لينا وانتوا اديتوا لنا ظهركم. الحاجات دي بتعلم جوانا، في الاول في الاخر بشر. فاذا انت سمحت لنفسك من البدايه ان انت تاذي بني ادم، ما تسمحش لنفسك تاني ان انت تطلب منه السماح وانت اصلا ظالم، وانت اصلا قاسي، وانت اصلا ما رحمتوش، وانت اصلا ما كنتش محترم معاه، ما كنتش مهذب معاه، ما كنتش بترحمه، ما كنتش بتعطف عليه، ما كنتش بتقدره، انت اصلا كنت ظالم. مشكلتنا اللي احنا ما بنقدرش نقول للظالم ان انت ظالم، مشكلتنا ان احنا بنخاف على احساس الظالم واحساس المؤذي واحساس الناس اللي بتخذلنا واحساس الناس اللي بتصدمنا واحساس الناس اللي بتعشمنا. احنا طول الوقت بنجلد نفسنا مع الناس الغلط.